أيها الأصدقاء، يستضيف المنتدى القومي العربي اليوم اقتصاديا كبيرا من بلاد الرافدين، كب على دراسة الاقتصاد في بغداد فنال من جامعتها الدرجة الجامعية الأولى، ثم انطلق إلى هولندا ونال درجة ماستر في الاقتصاد، كما حاز على هذه الدرجة مرة ثانية من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد مجددا إلى هولندا ونال شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية عام 1962. بدأ الدكتور محمود الحمصي حياته العامة وزيرا للاقتصاد في العراق عام 1963، وما لبث أن فرغ من السياسة ليتفرغ للعمل في حقل اختصاصه، فكان أستاذا في جامعة بغداد حتى عام 67، ثم خبيرا لدى الأمم المتحدة في التخطيط الاقتصادي في معهد التخطيط للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدمشق بين عام 1970 وعام 1975. وانتقل الدكتور الحمصي إلى بيروت بين عامي 78 و 79 ليعمل باحثا متفرغا في مركز دراسات الوحدة العربية، وبعدها عمل باحثا استشاريا لدى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة خلال العام 1983-1984، ثم مستشارا اقتصاديا للجنة نفسها في عام 1993. للدكتور محمود الحمصي مؤلفات عديدة باللغتين العربية والإنجليزية، وله إسهامات اقتصادية في عدد من الجمعيات العلمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية، كما حاز على جائزة أصدقاء الكتاب في لبنان عام 1966. واليوم سيتناول الدكتور محمود الحمصي في محاضرته هموم التنمية العربية ومثالبها من منظور قومي، فهو لا يرى سوى تنميات قطرية معزولة عن بعضها البعض وأسيرة للمعطيات المتاحة لدى كل قطر. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تنمية عربية تتخطى أسواق القطرية لتتكامل في سوق عربية مشتركة توحد الرؤى وتجمع الإمكانات القومية في عمل تنموي متكامل يقدم حلولا ناجعة لمشاكل الأمة وأقطارها على السواء. فالعصر هو عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى، ولعل هذه التنمية العربية المنشودة هي البديل النوعي لتعثرات البرامج التنموية القطرية والحصن الاقتصادي القومي ضد المشاريع الشرق أوسطية التي تخطط لتبديد ثروتنا القومية لصالح العدو الصهيوني. إن المنتدى القومي العربي الذي يعتبر أن رسالته الفكرية والثقافية تتصل بدروس الماضي وهموم الحاضر وآفاق المستقبل يجد في مبحث الدكتور الحمصي اليوم عن هموم التنمية العربية ومثالبها خير مدخل لحوار جاد يرتبط برسالتنا ويعبر عن حاجاتنا. أيها الأصدقاء، باسم المنتدى القومي العربي في لبنان أرحب بالدكتور محمود الحمصي وأدعوه إلى تشريح همومنا التنموية العربية بمبدعه الاقتصادي المشهود بالعلم والخبرة والإيمان بمستقبل الأمة. فليتفضل. تشخيص التخلف الضارب عميقا في المجتمعات المتخلفة ومنها مجتمعات الأقطار العربية أدى إلى أن تكون وصفة الدواء كان مغرضا ومتحيزا من جانب الاقتصاديين والاجتماعيين الأمريكيين، وذلك لأسباب معروفة ساهمت مساهمة في تعميق التخلف لدى البلدان المتخلفة أثناء فترة الاستعمارية التي انطوت على نهب واستنزاف الموارد والثروات من البلدان المتخلفة، فزادتها تخلفا على تخلفها السابق.
المهم أن التنميات التي بدأت في البلاد العربية اقتدت بنموذج الذي كان مطروحا متداولا في لدى الاقتصاديين الغربيين، ووضعت اتجاهاتها الإنمائية في إطار على غرار ما جرى في البلدان الصناعية القديمة، وهو ما يسمى بالنموذج الكلاسيكي الحديث، أي أن التنمية تجري على هيئة مراحل وذات خط واحد، والأقطار المتخلفة هي في آخر القافلة، والبلدان المتقدمة في مقدمتها، وعلى البلدان الآخذة بالنمو أن تلحق بالبلدان، وليس هناك طريق بديل عن هذا الطريق الذي هو طريق الإغراق والاستمرار في النظام الرأسمالي، ولا بديل عن ذلك. وطبعا هناك المدارس الأخرى الفكرية التي تقول أنه التنمية ممكن أن التنمية في البلدان المتخلفة، حتى النظام الماركسي بيقول أنه يتحولوا إلى رأسمالية، ومن رأسمالية بعدين اشتراكية، ويتحقق النمو على هذا النحو. وهناك من يقول بأنه ممكن حق المراحل والاكتفاء بانتقال من أوضاع إقطاعية إلى أوضاع اشتراكية مباشرة. وهذه مدارس فكرية لسنا في صددها، الحقيقة نحن في صدد كيف جرت التنميات الاقتصادية العربية في ظل هذه المعطيات الفكرية في بداياتها الأولى، ولماذا خابت هذه التنميات ولم تؤدي. التنميات خابت لأنها اعتمدت نظرة قاصرة اقتداء بأفكار طرحت واعتبرت هي الأفكار المؤدية إلى التنمية. كان على التنمية العربية في بداياتها الأولى أن تواجه ظروفا داخلية بالغة التعقيد كاملة التخلف، و في الجهة الثانية كان تعاملها مع الخارج يتم على أساس أن تعاملها مع الخارج يعزز ويدعم جهودها الإنمائية في الداخل. في الداخل هناك تخلف في الأوضاع السكانية، في الموارد البشرية، انتشار الفقر والأمية والجهل، قاعدة اقتصادية ضيقة، موارد شحيحة، وإلى ما هناك من معوقات كثيرة تحول دون التنمية وتجعل منها تحديات صعبة المراس. على الصعيد الدولي كانت هناك طبعا مجموعة الشروط التي تحكم الأوضاع الدولية والتي صاغتها الدول الصناعية الكبرى. هذه الدول طبعا جعلت من نفسها أو أباحت لنفسها أن تكون القطب المهيمن على الاقتصاد العالمي، وأخذت تدخل تعديلات على العلاقات الدولية بدءا من اتفاقية بريتون وودز وما تلاها من تعديلات، وإلى أن جعلت من الأوضاع الدولية كلها تعمل لصالح اقتصاداتها اللي هي اقتصادات متطورة ومتقدمة وقوية وذات نفوذ ساحق بالنسبة للتعاملات الدولية. هذه الدول الرأسمالية لا تفك تغوي البلدان المتخلفة لكي تقتدي بها وتتخذ منها نموذجا للنمو، وطبعا هناك محاولات لكي تغري هذه الدول بأن تقتدي بها وبنظامها، وأن تنضم إليها وأن تتعامل معها وتفتح أسواقها لها، وعلى هذا أنه يمكن أن تحقق لنفسها منافع عن طريق مساعدات. هذه المساعدات كانت يعني موعودة، قد يأتي بعضها وقد لا تأتي كلها، وطبعا هناك أمثلة كثيرة على أنها لا تأتي، مثل مشروع السد العالي كان موعود أن يساهموا به، لكنه إذا لم يعني امتنعوا أو تركوه ولم تأتي المساعدة لأنه النظام لم يكن متوافقا مع ما أرادوه. لذلك بات على الدول العربية أن تواجه التنمية وتحاول أن تضع لنفسها استراتيجية وسط ظروف داخلية بالغة الصعوبة والتعقيد، وأن تواجه أيضا شروطا تحكم العلاقات مع الدول الأخرى. فماذا كان بإمكان أي واحد من البلاد العربية؟ هل كان بإمكان أي واحد من البلاد العربية أن يحقق لنفسه تنمية
متكاملة وناجزة في ظل هذه الظروف الداخلية والدولية. طبعا هناك في بداية الأولى للتنمية أدرك عدد كثير من الرعيل الأول الذين تصدوا لهذه المهمة من رجال الدول العربية، وعرفوا بأن مهمة التنمية وهي مهمة معقدة وشاقة وثقيلة لا يمكن أن يطلع بها بلد منفردا لنفسه. لذلك دعوا إلى تعاون بين البلاد العربية في نطاق جامعة الدول العربية، وجرت محاولات كثيرة في هذا المضمار، ولكنها كانت تحبط دون أن تفضي إلى نتيجة منشودة في ميدان التعاضد الاقتصادي العربي. ونتيجة لذلك صار مقضيا على التنمية العربية أن تنجرف في مسالك قطرية. انصب اهتمام التنمية على التصنيع، إذ أن الفكر الاقتصادي آنذاك كان يرى في التصنيع باعتباره العملية الأساسية في التنمية، والتصنيع هو الذي يشكل المحور القائد أو القيادي في التنمية الاقتصادية، وأن بالتصنيع ممكن أن تتحرك تلقائيا قوى في داخل المجتمع فتقوض جذور التخلف، وعندئذ هذا التحرك التلقائي في العوامل الأخرى ممكن أن يخلق بيئة مؤاتية للتنمية. وبذلك تم التركيز على التصنيع، حتى بات من يريد أن يطرح تنمية للقطاع الزراعي مثلا كان يتعرض لتنديد باعتباره يريد أن يستبقي الزراعة، يستبقي البلاد العربية زراعية، والزراعة تعتبر حرفة تقليدية. الصناعة المنشودة قائمة على أساس صناعات بديلة عن الاستيراد، وسميت آنذاك بصناعات الإحلال محل الواردات، واكتنفها كثير من التفاؤل وكثير أيضا من الأوهام. وهذا الأوهام كانت ناتجة طبعا عن قصور في النظرة التحليلية لمتطلبات التنمية ومضاعفاتها التمويلية ولطبيعة الصناعات وترابطاتها الحيوية الأمامية والخلفية والجانبية. لاح للقوم آنذاك أن سياسة الإحلال هذه سوف تعالج قضية اقتصادية ضاغطة، هي مشكلة شح الموارد التمويلية المتاحة للاستيراد. وهذه السياسة من شيمتها أن توفير موارد جزيلة من العملات الأجنبية التي كان يتم الحصول عليها عن طريق تصدير مقادير وفيرة من المواد الأولية والخامات. وكان ذلك التصدير يكاد يكون هو المصدر الوحيد في ذلك الوقت للحصول على العملات الأجنبية وما كان يسمى بالعملات الصعبة. ما كانت متاحة القروض أو مساعدات من هذا النوع آنذاك. لكن هذا الذي لاح للقوم ما كان إلا سرابا، ذلك لأن هذه الصناعات القائمة على أساس الإحلال محل الواردات فتحت أبوابا إضافية للاستيراد، ذلك بأنها تستمد تجهيزاتها من الخارج، وبذلك ازداد الاستيراد وازداد استنزاف الموارد المتاحة من العملات الأجنبية بدلا ما يتقلص. وهكذا عادت مرة أخرى مشكلة العوز الناشئ في العملات الأجنبية، واستفاقمت وظهرت فجوات واسعة في موازين المدفوعات نتيجة للتفاقم في الاستيراد. هذه الفجوات في موازين المدفوعات اضطرت كثير من البلاد العربية أن تحاول التغلب على هذه الفجوات في العجز عن طريق الاقتراض، فأوغلت في الاقتراض من الخارج، وكان الاقتراض آنذاك صعبا لكنه فيما بعد أصبح ميسورا أكثر مما كان عليه، وذلك بعدما تكدست لدى أوروبا كثير من الدولارات الأوروبية اليورو دولارز، ورفضتها فيما بعد كميات هائلة من البترو دولارز والدولارات الهائلة، فأصبحت هذه كتلة تمويلية ضخمة وهائلة مكدسة لدى الجهاز المصرفي العالمي، وأصبحت معروضة بل هي تعرض نفسها للإقراض للدول المتخلفة والآخذة بالنمو. وأدى ذلك إلى إفراط في الاقتراض، ورافق الإفراط في الاقتراض تفريط في استعمال الموارد المقترضة
لأنها كانت بنظر المقترضين أموال سهلة الحصول عليها، وفوائدها في البداية كانت متواضعة، وبالتالي حصل تفريط في استخداماتها ولم تستخدم كلها للتنمية، وإنما استخدم كثير منها للاستيراد والاستيراد الاستهلاكي، الأمر الذي فاقم الاستيراد وجعله يتضخم وغير كثير من الميول الاستهلاكية لدى البلدان المتخلفة، وأصبحت تتعلق كثيرا بالمستوردات. ترتب على ذلك أن تكدست على أكتاف الاقتصادات المتخلفة تلال ضخمة من الديون. التنمية العربية القطرية أرادت أن تستأصل هم التخلف، لكن هذه المحاولة آلت بها أن تواجه هموم ضخمة في نطاق القروض. نتيجة لتراكم الديون على البلدان العربية والأخرى أصبحت أسيرة لهذا الوضع، وأصبحت الديون قيدا على استقلالية القرار الاقتصادي والقرار السياسي في البلاد العربية. كيف كان ذلك؟ القرار الاقتصادي هو أن الدول الحاملة لديون كبيرة أصبحت عرضة لأن تتعرض لضغوط تمارسها الدول الأخرى عبر مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيره. العجز عن تسديد الديون والرغبة في إعادة جدولة الديون اصطحبتها ما هو معروف بإعادة هيكلة الاقتصاد بضغط من صندوق النقد الدولي. هذه الصيغة طبعا متعددة الأشكال والآثار، وهي أنها تطلب من البلدان المدينة أن تعيد هيكلة اقتصاداتها وتفتح أسواقها وتعيد ترتيب أوضاعها الاقتصادية بما يتفق مع النموذج الرأسمالي الغربي. هذا إذن شكل قيدا على القرارات الاقتصادية في البلدان المدينة ومنها البلدان العربية، وأصبح هذا الوضع ضارا باستقلالية الاقتصادية للبلدان المدينة. إلى جانب هذا الجانب الاقتصادي هناك الجانب السياسي. استعملت الديون وسيلة ضغط لابتزاز مواقف سياسية وتنازلات معروفة في قضايا خطيرة ومصيرية لقاء الإعفاء من الجزء من الديون القائمة، وهذه أمور معروفة. وأصبح عندئذ التنمية التي أردناها أن تستأصل التخلف أصبحت بالأخير وسيلة لخلق وسائل ضغط على ما يجرح من الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان المتخلفة والبلدان العربية بالذات. ذلك لأن القوى ذات الفاعلية في ميدان التمويلات الدولية هي المسيطرة على الاقتصاد العالمي، وهي تكيف الأوضاع الدولية بما يتفق بما وأهدافها وغاياتها الاقتصادية والسياسية. وصارت التنمية بدل ما أن تكون ذات مفعول إيجابي تحولت إلى ذات تأثيرات سلبية على أوضاعنا الاقتصادية عموما. نعود إلى الجانب الداخلي. المطلوب أن نتفحص التجارب التي خاضتها البلاد العربية خلال الماضي، كيف تمت تجاربها ولمن كانت ثمارها. جرت عمليات التخطيط للتنمية في البلاد العربية من قبل أجهزة فنية، وهي تخضع لتوجيهات سلطة الدولة، ولم تكن هناك أي مشاركة أو دعوة للمشاركة أو مداولة بين من يتولون التخطيط للتنمية وبين
الشعب، أو ما يمكن أن نسميه بالشعب من خلال منظماته ومن خلال أصحاب الرأي. لم يحصل هذا التداول، وإنما تم التخطيط بواسطة أجهزة فنية، وتم إقرار مشاريع ليس للناس رأي فيها، وتكونت على أثر ذلك كثير من المشاريع، ولكن الشعب كان في حل منها وغير معني لا بدعمها ولا بالاستجابة إليها، وذلك لأنها مشاريع لا يدري ما هي منافعها له، وبالتالي هي تشبه أهرامات تقام ولا نفع لها للناس. الناس يهتمون بالتنمية عندما تلبي حاجاتهم الأساسية، ولكي تلبي حاجاتهم الأساسية من أغذية وألبسة ومسكن ومأوى وغير ذلك من متطلبات الحياة المعاصرة وتعليم وصحة وإلى آخره، كان عليهم أن يكونوا مشاركين أو أصحاب رأي بما يخطط وبما ينفذ من أعمال التنمية. هذه الأمور وبسبب أنها لم تحصل أي مشاركة شعبية أدت إلى أن يكون هناك انفصام بين الأعمال الإنمائية وبين الناس. لم يحصل إدراك واضح أن المجتمع هو البيئة التي تحكم التنمية، وهو الذي ينبغي أن يكون الجانب الذي يدعمها ويشارك فيها ويحميها ويحمي غرسها ويقطف ثمارها، وهو إن أدرك ذلك لاستطاع أن يكون عونا على التنمية وليس جانب ولا يأخذ جانبا سلبيا في هذا المكان. هذه الممارسة الديمقراطية لم تكن موجودة ولم تكن تعني أحدا من القائمين على شؤون التنمية، وكان هذا من أفدح الأخطاء التي ارتكبت خلال التجارب الماضية. من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها في ميدان التنمية هو أن التنمية عندما تحصل يتولد عنها تأثيران اثنان. الأول على هيئة نقود تنفق، نفقات استثمارية سرعان ما تنتشر بين الناس وتبدأ تشكل زيادة في السيولة النقدية المتاحة لدى الناس. هذه السيولة سرعان ما تظهر كقوة شرائية، يزداد الطلب على أثرها، فزيادة الطلب إذا لم يقابلها زيادة في العرض عندئذ ترتفع الأسعار، ومن هنا تأتي أحدى المثالب التي أو العيوب التي تنتاب التنمية، وهو أن السيولة النقدية المتولدة عن النفقات الاستثمارية لا تجد لنفسها استجابة من جانب العرض، وبالتالي ترتفع الأسعار، وعندئذ يبدأ المجتمع يلاقي عنة من هذه الحالة. من يلاقي العنة؟ يلاقيه أولئك الذين دخولهم ضعيفة وثابتة. أصحاب الدخول المتواضعة هم الذين يتأثرون من هذه الارتفاعات في الأسعار، وتبدأ تضغط على أوضاعهم المعيشية، وعندئذ يصبح الأمر يحتاج إلى معالجة. كيف تتم المعالجة؟ المعالجة ممكن أن تتم عن طريق زيادة في العرض. كيف تكون الزيادة؟ هو أن نستورد، لكن هل توجد هناك عملات كافية للاستيراد؟ نعم، توجد في البلدان ذات الموارد النفطية الوفيرة، لكنها لا توجد عند البلدان الأخرى. إذن الاستيراد لا يمكن أن يكون الوسيلة الشافية والكافية لمعالجة ارتفاعات الأسعار التي يعاني منها الناس، الغلاء. الطريقة الأخرى غير الاستيراد هو أن يتم تضمين الخطة نفسها على مشاريع تلبي الحاجات الأساسية للناس منذ البداية. عندما تلبي الحاجات الأساسية للناس عندئذ تصبح ارتفاعات الأسعار ليست ذات تأثير حساس وقوي على معيشة الناس، وبالتالي يمكن أن يتم تلافي كثير من المثالب التي تنطوي عليها والأذى الذي يصيب الناس من وراء الإنفاقات الإنمائية للتنمية عندما تكون تتدفق بكثرة بين أيدي الناس ولا تجد لنفسها استجابة من جانب العرض. ذلك لأن أكثر المشاريع التي تخطط لها الأجهزة الإنمائية ذات التوجيه المركزي تهتم بالمشاريع الكبرى عادة، وتتناسى أو تتغافل عن المشاريع الصغيرة
كالتنمية الزراعية، كالمشاريع الصناعات الخفيفة، كالأمور التي تلبي حاجات الناس. ولذلك من الأمور المألوفة في البلدان ذات التوجيه المركزي في التنمية والتخطيط تجد الناس يقفون طوابير كاذبة من أجل الحصول على أمور بسيطة كالغذاء أو الكساء أو أشياء مشتريات من هذا النوع، وهذا خلل ينتاب التخطيط المركزي لسبب جدا بسيط، وهو أن التخطيط المركزي كثيرا ما يتغافل عن أن يسأل الناس أو أن يتشاور معهم ويتداول بشأن ما ينبغي أو ما يريدون لكي يراعي هذه الأمور. وكأن الناس في المركز أو الأجهزة تهتم عادة بالمشاريع الفخمة وتتغاضى عن تلك المشاريع التي تلبي الحاجات الأساسية للناس. وكان هذا واحدا من الأخطاء التي ارتكبت في ميدان التنمية العربية الماضية. المثالب الأساسية في التنمية هو عندما يحصل ارتفاع طاغي في الأسعار. هذا الارتفاع الشديد في الأسعار له تأثيرات بالغة الشدة على الناس، وخصوصا على الطبقات الوسطى من المجتمع. ذلك أن الارتفاع في الأسعار يجعل هؤلاء الناس غير قادرين على تطوير أوضاعهم المادية ودخولهم مع ارتفاع الأسعار، فقواهم الشرائية تبدأ تنحدر بهم إلى مستوى ما دون الفقر وإلى قاع الفقر والعوز. الأذى الذي يصيب المجتمع من وراء ذلك أذى فادح وكبير. لماذا؟ لأنه بسبب انحدار الطبقات الوسطى إلى قاع الفقر وهذا تظهر لدينا ظاهرتان اثنتان. هؤلاء الناس الذين هم من الطبقات الوسطى عادة يشكلون الذخيرة الأساسية في المجتمع، هم يتألفون من فئات تمتلك طموح وتمتلك مقومات للإبداع وللمتحفزين وأصحاب همم في العمل. لا يمكن أن نتوقع نموا اقتصاديا يحصل على أيدي الفقراء البؤساء الجاهلين الأميين، كما لا نتوقع أن يكون هناك وازع أو دوافع قوية لدى كبار الأثرياء لكي يقوموا بإبداعات واختراعات وتطويرات كما يفعل أبناء الطبقات الوسطى. وعليه عندما يتعرض أبناء الطبقات الوسطى إلى هذه الحالة من التدهور في الأوضاع المعاشية، فإنهم إما أن ينحدروا إلى قاع الفقر ويستكنوا، أو يهاجروا إلى الخارج. وهذا ما يحصل في كثير من البلدان التي تتعرض إلى مثل هذه الحالات، فيحصل نزيف متواصل من أفضل العناصر والفئات ذات الكفاءات التطويرية والإنمائية، وعندئذ تبدأ تتلاشى المقومات الأساسية المجتمعية المؤاتية للتنمية. إن الذي يطور الاقتصاد هم الناس، وأنشط الناس وأنشط الفئات هم أولئك الذين يتطلعون باستمرار من أجل أن يرتقوا في السلم الاقتصادي والاجتماعي، وهم أبناء الطبقات الوسطى، وهم يمتلكون المؤهلات والإمكانات لكي يساهموا مساهمات فعالة في بناء المجتمع وفي تطويره. ذلك بأنهم يكونوا في الغالب قد اكتسبوا معارف ومهارات ومستعدين أن يستخدموا مهاراتهم ومعارفهم وعلومهم في ميدان التطوير والتنمية لكي هم نفسهم ينتفعوا منها، وعندئذ ينتفع المجتمع أيضا من عمله. فإذا هؤلاء الناس، هذه الثروة البشرية، تعرضت إلى الأذى والإفقار، وإذا ما هاجرت عندئذ سوف يضمر المجتمع ويلاقي وضعا متدهورا، وربما تحصل إثر ذلك أمور أخرى يمكن أن نتطرق عليها عندما نعالج مثالب انحياز التنمية وقرارات التنمية ممكن أن تنزلق بسهولة في انحرافات بعيدة عن المسار الأجدى والأفضل للمجتمع طبعا.
من عبثيات التنمية العربية حصول انحيازات في اتجاهاتها الرئيسية هنا وهناك، وليس بالأمر النادر في ميدان التنمية، لأنها كثيرا ما انزلقت باتجاهات صناعات معينة أو في اتجاه بناءات فخمة ضخمة على غرار أهرامات عقيمة لا قيمة لها، لا تدر خبزا ولا طعاما، أو تنحاز التنمية في اتجاهات أخرى. من بين الانحيازات التي ممكن أن تحصل ما يلي: إما أن تنحاز التنمية لقطاع أو صناعة بالذات وتهمل الأخريات، أو تنحاز إلى فئة من المجتمع دون الفئات الأخرى، أو تنحاز إلى مناطق معينة دون أخرى، وتنحاز ممكن إلى صناعات بالذات وتهمل الصناعات الأخرى. من الأمثلة على ذلك، ومن الأمثلة التي نعرفها جيدا، التعلق والتشبث بإقامة صناعات ثقيلة. هذه الصناعات الثقيلة عادة مغرية وجذابة في أن ينجذب التنمية باتجاهها. فإذا ما حصلت هذه عندئذ، وهذه الصناعات طبعا تتطلب رؤوس أموال كثيفة وتتطلب قدرات بشرية ذات مؤهلات ومهارات رفيعة، فإذا ما حصلت في بلد متخلف التعلق بإنشاء صناعات ثقيلة في بلد يشكو أهله أو أكثر أهله يشكون من العوز ومن البطالة، عندئذ يكون هذا الانحراف أو هذا الانحياز في التنمية نحو هذا النوع من الصناعات دون غيرها يعني ذو ضرر بالغ الأذى على الناس. ونحن نعرف أن هناك بلاد عربية تعاني من مثل هذه التجارب، وأدى بها الأمر إلى أنها تعاني من تمزقات اجتماعية وصراعات، وأدى الأمر إلى معارك دموية، وهي قائمة في عدد من البلاد العربية التي تعرفونها. الانحياز إلى قطاع بالذات دون غيره هو من شيمة القوى الاستعمارية التي كانت تحكم البلاد العربية وغيرها، ذلك أن القوى الاستعمارية كانت تطور تلك القطاعات ذات العلاقة باقتصادها وتهمل ما بقي من الاقتصاد، فيتخلف من أهملته ويحصل ما يحصل من ثنائية، فتجد قطاعات متطورة متقدمة تتعامل مع القوى المهيمنة، وهناك قطاعات أخرى مهملة بائسة والعاملين فيها يعانون من أحوال مزرية. هذه الثنائية التي كنا نعيب الاستعمار على أنه هو الذي تولاها ورعاها في البلدان المتخلفة، نجدها بقيت وتفاقمت على أيدي تنميات عربية تدعي الاستقلال في القرار الاقتصادي والسياسي. الانحياز نحو مناطق معينة بالذات معروفة ومألوفة، ذلك بأن كثير من التنميات العربية اتجهت وركزت اهتمامها في مناطق معينة بالذات، كأن تهتم بالمدن الكبرى والحواضر ذات الأهمية المجتمعية، وتهتم بالعواصم، فتجد أن هذه المدن والحواضر تصبح في حالة تنامي وتوسع، وبالتالي استقطاب تستقطب القوى العاملة والأموال من المناطق الأخرى وتتكدس كلها في العواصم وفي أمهات المدن. هذا الحال يؤدي إلى تمزق في الأوضاع السكانية، حيث يهاجر كثير من الناس من الأرياف ومن المدن الصغيرة ويتكدسون في العواصم وفي المدن الكبيرة وفي الموانئ، وتجد سرعان ما ينشأ حول هذه المدن أحياء في أطراف المدن، تنشأ أحياء من المساكن غير الصالحة أصلا للسكن، وتكون أحياء رثة وملوثة وتحدث صخبا وتحدث اكتظاظا في المدينة، ومع ذلك والمخططون لا يدركون ذلك. وكان يجب أن تكون هذه من أمور الأولية التي أن تراعى، وهو أن تكون التنمية متوازنة عبر القطاعات ومتوازنة على امتداد القطاعات ومنتشرة في مختلف المناطق، لكي لا تحصل هذه الهجرات المؤذية للتكوين السكاني.
قلت أعطي نبذة سريعة عن ما يكتنف التنميات العربية من مشاكل وهموم ومثالب كثيرة. هموم التنمية كثيرة ولكن مثالبها أكثر، وحاولت أن أختصر ما استطعت، وأشكركم. شكرا للدكتور محمود الحمصي. الآن إذا كان هناك سؤال للمحاضر أو أي نقاش. حضرة الأستاذ طلب وصفت لنا الوضع، أعطيتنا صورة شاملة وحلوة مضبوطة عن الوضع، ما بعتقد حدا بيخالفك عليها. فينا نطلب منك رأيك بالدواء بالعلاج لهالأمر. لو أنت اليوم بسلطة موحدة عند العرب كيف بتعالج الموضوع؟ أعطيتنا الصورة السلبية مثل ما أنا قائمة هلا، بدنا هلا تصورك أنت كمتخصص بهالأمر كيف بتعالجه؟ شكرا للأستاذ سعيد عاقل على سؤال. هذا سؤال حيوي بالغ الحيوية طبعا، ولو أنه هو طبعا يخرج بنا لأنه محور المحاضرة أو إطارها يتناول الجوانب المثالب والهموم، ولا يتعرض للعلاج الذي هو يعني برضو أعطينا فكرة عن تصورك. العلاج هو معروف، وهو أن الاقتصادات الصغيرة في هذا العالم لا تستطيع أن تنجز تنمية منفردة. لا يمكن لاقتصاد صغير الحجم أن يحقق لنفسه تنمية اقتصادية إلا إذا كان مرتبطا مع غيره. كيف يكون هذا الارتباط؟ هناك أشكال كثيرة للارتباط. بالنسبة للبلدان المتخلفة ممكن أن تنشئ لنفسها تكتلات لكي تصبح ذات مجال اقتصادي ممكن أن تتكامل فيما بينها وتشكل نسيجا متماسكا متراميا وتكامل بعضها بعضا، وعندئذ تكتسب عزما كبيرا على التنمية. مثال على ذلك الاقتصادات الكبيرة التي حققت أشواطا بعيدة في ميدان التنمية كالاقتصاد الصيني، معتمدا على نفسه وهو بلد مترامي كثير السكان كثير الموارد واسع الأرجاء، يستطيع أن يقوم بهذه العملية أسهل بكثير من يستطيعها بلد معزول وصغير. فإذا التكامل الاقتصادي بين مجموعات من الأقطار الصغيرة هو الخطوة الأساسية لمعالجة قضايا التنمية. واحد. لكن هناك من يطرح كيف استطاع مثلا سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية سويسرا صغيرة أكبر من لبنان بنت. ماشي. الإمارات بقدر بعطيك دخل الإمارات قديش بالنسبة لإنجلترا. حضرتك مأكد وبتعرفهم، بس الحاضرين بريد أعطيهم هيك. دخل إسرائيل السنة 12,000 دولار. دخل السعودية كان عملول الفرد يعني 7,000 صار 6,000 نزل. الإمارات كان دخلها قد فرنسا 20,000 دولار الفرد، اليوم دخلها 22,000 بينما فرنسا بعده 20,000. مش بعيد دخل الإمارات عن الولايات المتحدة اللي هو 23,000. إذا قريب دخل الإمارات. وقديش الإمارات دكتورة؟ سويسرا دخل الأول بالعالم 35,000. سويسرا 35,000. الصين اللي تفضلت فيها بعدنا بال400 ليرة، بعدها بال400 ما وصلناش لل1000. إذا بدي رد على تشديدك على صدورك عن تطلب السعة لنوصل في دول صغيرة مثل سويسرا ومثل الإمارات حققت نمو هائل. الإمارات 22,000 دولار، سويسرا 35,000 دولار.
الولايات المتحدة اللي هي ضخمة 23,000 دولار، واليابان 28,000 دولار. فأنا أتصور إنه شخص مثلك دكتور حضرتك داعس كثير جوات الاقتصاد، هل يا ترى يمكن أن يحقق رجل مثلك داعس جوات الاقتصاد، وأنا مثلا داعس جوات الفكر، وفلان داعس جوات الفن، هل بيقدر الواحد منا يعطي حلول لبلدان إذا ما كان مربوط شغله بالتنمية العقلية الشاملة؟ في النهاية الإنسان عقل، والاقتصاد جزء من العقل، والفن جزء من العقل، والسياسة جزء من العقل. هل يا ترى بهالشرق الغالي على قلبي أنا عندنا أشخاص بدها تحل مشكلة الإنسان حتى يجي اختصاص شخص مثلك غميق بموضوعه يشتل حاله على هالنمو العقلي العظيم، بنصير نقدر نربح؟ مثلا أنا بعطي ليش إسرائيل قادر تلقط أمريكا، يعني تخلي أمريكا تساعدها بال4 مليارات ونص، مش عم تساعد روسيا بالمليار، ومش عم تساعد العرب بشيء، وبيتساءل العربي نحن 260 مليون مش عم يساعدونا، وبيساعدوا هال5 ملايين إسرائيلي. ليش؟ أنا بجاوب بقول نحن اللبنانية وحدنا لازم نغلب إسرائيل. إسرائيل يا مولاي قوتها إن بالماتيماتيك بالرياضيات هي ويهود العلماء بالعالم بشكلوا شي 72% من الماتيماتيك، وأمريكا عاوزة الماتيماتيك أساس لكل العلوم. إذا إسرائيل عطتها لأمريكا ما عطتها لليابان قوية أمريكا. فالتفوق الإسرائيلي بهالأمر لأصل لإسرائيل أمريكا وخلاها عدي عندها. أنا بتصور شعب مثل الشعب اللبناني قادر يغلب إسرائيل، وأنا مخطط له تخطيطات هيك. إذا خدنا إسرائيل بالماتيماتيك اللي هي اليوم الأولى فيها بالعالم مع علماء اليهود بالعالم، 70% من جوائز نوبل بالفيزيك اخدينها يهود بالعالم. هذا مش لازم نخلي له اياه. التوراة اللي خلقت إسرائيل أحمر كتاب بالرياضيات، أحمر كتاب بالرياضيات. لبنان أطلع إقليد ابن صور، إقليد بي الرياضيات بالعالم لليوم. كتاب إقليد العناصر بيقول عنه أينشتاين بهالعصر اللي ما هو وشبايب قاعد يتعبد لهالكتاب ما بيطلع منه لا عالم ولا نظري. تصور هالكتاب اللي صدر عنا بالقرن الثالث قبل المسيح عم بيقول عنه أينشتاين أكبر عالم بهالعصر وأحد أكبر علماء العصور، اللي ما قاعد يعبد هالكتاب هو وشبايب ما بيطلع منه لا عالم ولا نظري. نحن اللبنانية اللي طيلعنا هالكتاب، يعني أرباب علم الرياضيات بالعالم نكون نمرو 2 وإسرائيل نمرو 1، هذا ما بيسوى نخليه أبدا. العقل اللبناني مفروض فيه يلعب دور من أقل نتائجه كورولير صغير منه، تنستعمل علم الرياضيات كورولير صغير انه يشلح امريكا، يشلحها انها تكون خادمة لإسرائيل وتصير خادمة للبنان. انا برجع بلخص كلامي استاذ. اذا اعتبرنا المشكلة بهالشرق مشكلة عقلية أساسية وقدرنا نحلها وعندنا معطيات لحلها، بيصير شغل شخص مثلك عبقري بالاقتصاد
يعني من دون ما اكون اعرفك كفايه الا بالاسم اللي عطيته الليلي بيعطينا فكره انك لاقط من هالعلم لاقطه على خوانيقه، وبيقدر هالشرق يستفيد منك. بس ايمتى بيستفيد منك؟ باسبور لبناني كمان اذا ضبط عقله الاجمالي وصار فينا نشتل علمك على العقل ما عاد خربان ساعتها. شكرا أستاذ سعيد عقل على تعقيبك النير. الأمور اللي طرحتها صحيحة والبركة بكم لبنان ولا يهمك، لكن القضية التي طرحتها سوف أعالجها على النحو التالي. إذا كانت الأمارات العربية تحقق لنفسها دخلا كبيرا فذلك لأنها تبيع موجوداتها، تستخرج موجودات من باطن الأرض وتبيعها. هذه موجودات وليست نتيجة إنتاج جهد بشري، وهي تحقق ذلك لأن بس عم تحطوا لمصلحة شعبها بشكل هيك. أنا درسته هيك. نعم. تحطوا لمصلحة شعبها. نعم. مش عم يحطوا الأمير بجيبته. نعم. هذا صحيح. احنا اللي يهمنا انه كيف استطاع الدخل هذا ان يرتفع في هذا البلد ولم يرتفع في مكان. هذا واحد. اذا التفتنا الى سويسرا هي ولاية في اوروبا المتطورة، وبالتالي فهي تنتج انتاجا متطورا. ليش سميتها ولاية يا دكتور؟ ليش سميتها ولاية؟ بلد ما يهم اقتصاد. ما انا مش ولاية، ما انا داخلي بالامم المتحدة، شحتتها للامم المتحدة قالت لمينك انت؟ انا اول شغلة بعملها بنسحب من الامم المتحدة وبنسحب من جامعة الدول العربية. شو عم يعملوا لي يا اثنان؟ عم يضروني. خليني اكمل. سويسرا ايضا قطعت شوط في التغلب على التخلف، فهي في مستوى رفيع وتتعامل مع مجتمعات وبالتالي من الأمور المنطقية البسيطة هو أنها تحقق لنفسها إنتاجا كبيرا يتناسب مع مستواها الحضاري والثقافي. والتخلف الذي أشرت إليه هو تخلف إذا بحثنا عن جذوره نجدها تمتد عبر كل مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وآخرها في عقل الإنسان. التخلف هو في عقل الإنسان أولا، يعني جذور تمتد إلى هناك. وإذا أردت أن تقضي على التخلف فتبدأ باستئصاله من عقل الإنسان. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا بشكرك على هالنقطة وبستفيد فيها. كمان لاحظ أستاذ محمد كشك. لو أنا بس بدي يعني من ضمن الحوار اللي صار بين الشاعر العلمي، العلم بينبسط من الشعر أحيانا، بين الاقتصاد يعني في مسألة صارت واقعة في البلدان الصغيرة اللي هي حصلت في آسيا الشرق، أن البلدان الصغيرة هذه إذا لم تهضم التكنولوجيا الحديثة في التعليم إلى أقصى ما يمكن من هضم، يعني أن تبتكرها من جديد، وهذه تجربة الشرق. اليابان الآن متفوقة على أمريكا بها والبلدان. التعليم التكنولوجي والتعليم المهضوم من المجتمع، المهضوم بالمعنى الكامل، هو الذي يغذي التنمية الصحيحة البشرية في مجتمع يريد أن يبني نفسه من جديد. بلبنان المشكلة في لبنان أن الحرب قطعت بين تطوره، الحرب قطعت علينا حوالي 20 سنة أو حتى ربع قرن من تطور طبيعي للمجتمع بكل ما يعني إفرازاته الاجتماعية والمدنية والتعليمية والاقتصادية. الآن أي تنمية لهذا المجتمع اللي أصبح متخلف بسبب الحرب على الأقل، بسبب عدم وجود سياسات حكومية مناسبة للتطور والتنمية، السياسة المتخلفة. فيك تتصور يا استاذ انه انا عم طلع فيك لانه جاذب لالي بس عم بستك. فيك تتصور انه لبنان بيقدر يتطور بدون الحكومه وبدون هالمؤسسه؟ لما هو عم بقول على واجبات الحكومه، انا عم بشير بواجبات بدون هالمؤسسه اللي انا بعطيك 20 برهان انه لبنان 3 ملايين ونص حاطين 300 شخص على جنب وقاعدين عم يشتغلوا لحالهم.
وقت تتصور انه صحيح. التطور اللبناني ضروري له عشان هيك الحكومه. نحن وياك هلا متفقين على شغله اسمها التخلف السياسي معيد للتطور الاقتصادي. التخلف السياسي والتعليمي والثقافي هو اللي ما بيجعل فيه تنميه حقيقيه. اما التنميه على طريق الصناعه الثقيله، يعني عندنا الصناعه الثقيله هي عقار ثقيل. اذا بتسمحوا لنا بس، لفظت كلمه التخلف. اذا بيسمح لنا الشاعر الكبير الاستاذ سعيد عقل انه الموضوع يبقى في اطار التعليقات والتعقيبات، وحتى ما يصبح في اطار الحوار والنقاش الجانبي. الكلمه الان للعميد دكتور سويد. بتسمح لي كلمة، أنا ماني اقتصادي نعم. ولكن بدي أعلق على كلام الأستاذ سعيد عقل. بعتبر أنا بصراحة، بقولها بكل صراحة، إنه الأستاذ سعيد عقل بتفكيره مسؤولية كبيرة عن الحرب اللبنانية، الأهلية اللبنانية. صحيح. لأنه بالفعل من قد ما نفخنا اللبنانيين ذبحنا بعضنا. كونوا متواضعين. ملء السنابل تنحني بتواضع والشامخات رؤوسهن فوارغ. خلينا نكون متواضعين. وقت بعدنا نحن ما بنقدر نعمل عدة كلمات. ما في ليش يكون أكبر من هذا. قبل كل شيء مفروض إنه اللبناني إذا بده بالفعل يقارن نفسه بالدول الكبرى إنه يكون بالأساس متحد ومتفاهم مع بعضه ومستنير. أما اللبناني بوضعه اللي هو فيه قبل الحرب وبعد الحرب بعتقد ما بيقدر يعمل شيء. شكرا. شكرا. لا تقول هالكلام يا دويس، لا تقول هالكلام. اعطيني هذا. لا ممكن لأنه الوقت محدود. اذا بتسمحوا لنا شوي، في شيء بعد اي تعقيب، اي ملاحظه؟ طيب، نشكر الدكتور محمود الحمصي على مداخلته ومحاضرته القيمة، ونشكر دار الندوة على استضافة هذا النشاط للمنتدى القومي العربي، ونشكر حضوركم، وإلى اللقاء في نشاط زعمت انه لبنان متخلف ويختلف مع بعضه. كم تقرير جرايد